بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ما بعد. الناس إذا أرادوا أن يذكروا أو يصفوا شخص يقولوا فلان غني، فلان جميل، فلان وسيم، فلان عنده صوت رائع، وهكذا كثير من الأوصاف. لكن الله عز وجل حينما أراد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بشيء عظيم، رغم ما يملك النبي عليه الصلاة والسلام من سمات جسدية في الجمال والشكل والمنظر، ورغم ما يملك من المهارات اللفظية والبلاغية التي امتلكها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل حينما أراد أن يصفه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد تجد الكثير من الناس يمتلكون أشياء كثيرة مثل المال والجمال والغنى والمواهب والمهارات والشهرة، لكنهم يفتقدون لأعظم شيء يمكن أن يرزقهم الله إياه، وهو جمال الأخلاق ولطيف التعامل مع الناس. فلربما تجد بروفيسور قد حاز على شهادة علمية وتخصص نادر لكنه افتقد للأخلاق، ولربما تجد رجل بدوي في زاوية قريته قد ملك من الكرم والشهامة والطيب ومن طيب الأخلاق. فمن رزقه الله عز وجل أخلاقا فقد رزقه خيرا كثيرا. لذلك إذا أردت أن تكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة فكن قريبا من أخلاقه في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم